فيديو النهارده مهم جدا وملوش علاقة غير بالفن وبس. مين هو الكبير قوي الحقيقي؟ مكي ولا سلام؟ وصدقني الإجابة بجد هتفاجئك. هحكي لك. واه 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 واه، كنت فين يا دكتور البهايم؟ ما نكسرش غباوه. قسما بالله اللي هينطق عتاويه. خلينا نبدأ بمكي عشان مشواره أقل كتير من سلام. مكي درس التمثيل والإخراج وبدأ في فيلم عز بدور صغير جدا، وبعد كده فيلم تيتو وطلع في دور صغير قوي. على كده راضي امك حلو. انت هتغلط ولا ايه؟ مش عايز اسمع صوتكم تبوظ. بعد كده دوره الشهير في مسلسل سيت كوم تامر وشوقية، ويشوفوا عادل إمام وياخدوا معاه في فيلم مرجان أحمد مرجان بنفس الشخصية. يو 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 يو، نورت المحاضرة يا عم الحاج. بعد كده يعمل أول فيلم بطولة ليه وهو نفس شخصية اتش دبور اللي كانت في فيلم مرجان أحمد مرجان وكانت في تامر وشوقية من قبلها. يعني احنا كده لو جينا بصينا على أحمد مكي في الفترة دي كأفلام كوميدي من أيام فيلم ابن عز اللي كان بطولة علاء ولي الدين وكان معاه حسن حسني، وفيلم اتش دبور اللي كان برضه معاه حسن حسني فيه. ايه يا عم الجو المريب ده؟ ما هي دي قعدة العرب. بس انا مش شايف اي خلايجه في الموضوع. وفي المرحلة دي وفي اللحظة دي بيدخل سلام حياة أحمد مكي الفنية. قول لي انت متابعنا ومراقبنا ليه بقى؟ والختمة الشريفة مفيش غيرش بس انك عاجبني. اوه ماي جاد. سلام قبل ما يدخل حياة أحمد مكي الفنية عمل عملين ثلاثة يعتبر بأدوار صغيرة، منها مثلا سيت كوم كان اسمه الجراج اللي تم عرضه سنة 2006 وكان دوره فيه يعتبر صغير، ولكن من 2009 يبدأ يشارك مكي في كل أعماله. عندك مثلا فيلم طير انت اللي كان سنة 2009، وفي 2010 فيلم لا تراجع ولا استسلام، والجزء الأول لمسلسل الكبير قوي. انا الكبير هو الكبير فلوس وسلاح وسطوه وجيش 3000 غفير. وسنة 2011 يعمل معاه فيلم سيما علي بابا، ولكن في نفس السنة بيشارك في بطولة فيلم الاي سي. في 2012 يشارك الفنانة يسرا في مسلسل شربات لوز، ده غير طبعا تكملة أجزاء الكبير لحد الجزء الخامس قبل ما يتوقف لفترة. انا ما احكيلكش حاجة يا سيادة الضابط، انا مصور كل حاجة على الموبايل، ممكن سيادتك تشوفها بنفسك. يبقى انت هنا لو جيت فكرت في مكي اللي انت بتحبه، فمكي ما طلعش من غير سلام. يعني ما ينفعش انا اقول ان مكي هو اللي طلع سلام، ولا اقول ان سلام هو اللي طلع مكي، اقول ان الاتنين شركاء نجاح. ولكن سلام كان اكتر من كده في عالم الفن. نفسي أكون مشهورة بجنون، نجمة تخطفها العيون. يشارك سلام مع دنيا سمير غانم معظم مسلسلاتها واعمالها من بعد ما بعدت عن احمد مكي. عندك مسلسل لهفة ومسلسل لالاند ومسلسل جت سليمة وغيره من اعمال كان سلام بيشارك فيها مع دنيا سمير غانم. معلش يا ريس، هقطع الحوار اللي بينكوا لحظة. انت اول حاجة لازم تعلمني اللغة اللي انت بتتفاهم بيها مع الحصان دي. ما تقولش هنا ان سلام ما راحش بعيد قوي، ما هو مكي ودنيا سمير غانم ايه، ما هم واحد. لكن لا، في الحقيقه سلام كان اكتر من كده كمان، لانه كان بيشارك اي نجم جديد كوميدي بيبدا افلام جديده حتى لو كان ابن الزعيم ذات نفسه. ايه ده؟ ايه ده؟ انا عارفك، انت مشهور صح؟ محمد عادل امام استعان بمحمد سلام تقريبا في معظم افلامه، من اول فيلم ليه وهو فيلم كابتن مصر، لفيلم جحيم في الهند، لفيلم ليلة هنا وسرور. ايه يا هنا؟ هو انا دكتور تخسيس؟ انا ظابط يا هنا. طب انت حر. مش بس محمد امام على فكره، ده في كتير قوي محمد سلام وقف جنبهم في الكوميديا، او كان هو عامل الكوميديا الاساسي في العمل اللي بيشارك فيه، اللي المفروض ليه فنان تاني كبير هو اللي قايم بالبطوله. ولكن سلام كان دايما بيشارك بعامل الكوميديا لضمان جوده الكوميديا في العمل. ما بيفكركوش حد بقى محمد سلام باللي انا بقوله ده؟ حد كان دايما بيشارك الابطال الكبار او اللي بقوا صف اول، ودايما يدخل معاهم بعامل كوميديا قوي عشان يعلي من كوميديا الفيلم. حد كنا بنتفرج على كوميديا الابطال من شباكه هو للكوميديا، زي ما انت فكرت كده بالظبط. هو الجوكر حسن حسني. اخليه يقول ربع تاني ولا ايه؟ لمين؟ هو في حد؟ يمكن الناس اللي في الشارع لما يسمعوا يجوا. ما اقدرش انكر ان احمد مكي مدرسه كبيره في عالم الكوميديا، طلع من تحت ايديه نجوم كتيره في عالم الكوميديا، منهم دنيا سمير غانم اللي دخلت مدرسه الكوميديا على ايد احمد مكي، لانها قبل احمد مكي كانت حاجه وبعده كانت حاجه تانية خالص. لطفي، في ايه يا ليه؟ انا في كارثه ومحتاجه لك قوي. كارثة ايه يا بنتي؟ كفاله الشر. مش هينفع نتكلم هنا. اعجل يا كبير، ده فيها خراب. اجديه هيعملوا حصار وهيقطعوا الكورن فليكس عنينا. نفس الكلام مع فنانين كتير دخلوا مدرسة مكي للكوميديا والنهارده بقوا أبطال وبجد بيعرفوا يمثلوا. آخرهم كان الفنان حاتم صلاح. غطسان فين بقالك كام يوم يا كبير؟
انما لما نيجي نذكر اسم محمد سلام ما ينفعش نقول انه خرج من مدرسة مكي، لازم نقول انه كان شريك نجاح في مدرسة مكي، وعلى رأسهم مسلسل الكبير قوي اللي مش هينجح من غير محمد سلام. كان الواد هجرس دي ولا ايه؟ السلام عليكم يا كبير. فهنا اقدر اقول ان في حالة تعادل ما بين موهبة مكي وموهبة سلام، الاتنين مبدعين بمعنى الكلمة، واحد له مدرسة طلع منها ابطال كتير احنا بنتفرج عليهم النهاردة، والتاني جوكر يدخل اي عمل مهما كان من بطله ويبقى هو عامل الكوميديا في العمل نفسه. فاحنا بالتالي ما ينفعش نخسر حد منهم، لا ينفع نخسر مدرسة مكي اللي بتطلع لنا نجوم، ولا ينفع نخسر الجوكر للمرة التانية، لان احنا خسرنا جوكر مرة قبل كده ربنا يرحمه، فبلاش نخسر جوكر للمرة التانية. ففي النهاية وردا على السؤال مين الكبير قوي، في الحقيقة هما الاتنين الكبير قوي مشتركين في نفس النجاح، لان ده يمتلك مدرسة كبيرة بيطلع منها نجوم، وده جوكر تاني ظهر لنا بيساعد كل نجوم الصف الاول. واكيد ما ينفعش نخسر حد من الاتنين، لا احنا كجمهور ولا انتوا كصناع عمل. المهم انا وانتوا كجمهور لازم نقول رأينا، فقولوا لي رأيكم في الموضوع، شايفين مكي وسلام شركاء نجاح فعلا في الاعمال اللي عملوها، وان ما ينفعش نتخلى عن حد فيهم ولا نخسر موهبة منهم؟ مستني رأيكم في التعليقات، اشوفكم الفيديو الجاي. واه 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 واه، كنت فين يا دكتور البهايم؟ وانا كسوش غباوه. قسما بالله اللي هينطق عتاويه.